تجربتك ايضا في الايام افتكر واحده من الحاجات دي. ال كيف الان بتعيش في ظل الظروف دي؟ هي يعني بالكاد ممكن ان نسميها معيشه. هي existing، باقيه بهمه العاملين عليها، مش بدخلهم منها، لاسباب تاريخيه للحفاظ على منبر عنده هذا التاريخ، لكنها ما مصدر دخل لاي من العاملين اغنى من المحرر الصحفي. ودي واحده من الاشكاليات اللي انخلقت في الخلل في البنيه الاساسيه للصحافه في السودان. واذا كان عايز انت تكتب كتاب لازم تكون مقتدر على السداد دفع لهم، وانت ما قادر تدفع للمحررين ما ممكن تجيب ناس كتاب. فهي بتكتب يعني بتنشر للمتعاونين اكثر منهم منطقه كتاب يعني. طيب دعني اعود بك الى اول جلده في مقال صحفي واسمع منك هذه القصه وتسمع منك برضه يعني مجموعه المشاهدين الذين يشاهدون. هي دي قصه قديمه حصلت في نوفمبر 1940. فعمري اكثر من 70 سنه الان. وانا كنت طالب في المدرسه الوسطى خرطوم بحري في السنه الثانيه، وفي السنه ديك صدرت جريده صوت السودان الناطقه باسم طائفه الخاتميه، وعملت صفحه اسبوعيه باسم الطلبه، صفحه الطلبه، وعاهدت بتحريرها للبروفيسور سعد الدين اسماعيل فوزي، وقتها كان طالب في كليه غردون. وبدا سعد الدين يستقطب كتاب من طلبه المدارس الوسطى، ناس طلبه من المدارس الوسطى يكتبوا له مقالات. فاتصل بصديقنا المرحوم حسب الرسول عرابي في مدرسه خرطوم بحري، كان في السنه الرابعه وانا طالب في السنه الثانيه، وطلب منه يكتب له ويستكتب اخرين، وحسبه طلب مني اكتب مقال. فانا كتبت مقال عن واقعه معينه، انه المدارس الاوليه كانت بتختار طلبه الخلاوي للدخول سنه اولى بامتحان تحريري ونتائج، وتاخذ ال40 طالب اللي نجحوا او ال50 طالب اللي نجحوا في الاول. في السنه دي غيروا وعملوه بالانترفيو، ما في امتحان، وبيقعدوا مدرسين والواد يجي داخل، انت ود منو، ابوك وين، وساكن وين، وبيشتغل شنو، ماهيتك كم، قريت شنو، واختاروا الناس. فانا كتبت مقال قلت ده مدعاة لتغلب الوساطة والوجاهات في العمل وغير عادل بالنسبة للآخرين. انت في الوسطى يعني في الوسطى. فده اثار حفيظه اساتذه المدرسه الاوليه، اعتبروا ده يعني اتهام جائر لهم. دي اساتذتي وانا بخاف منهم حقيقي يعني وبحترمهم كثير، لكن انا لما كتبت ده ما فكرت فيها من الانجل بتاع انه من زاويه انهم هم حينزعجوا. هم اشتكوا للناظر والناظر تجاوب معهم واصدر الامر ده بهذه الجلدات. لكن انا لما نحكي القصه دي دائما بقول الجلد داك مستمر ليوم الليله. اكيد اخترته انت. اخترت هذه المهنه بدايه الجلد يعني. ما بيفرق. اخترتها؟ ايوه. ولا اختارتك؟ لا اخترتها، لكن يعني لازم اعترف انه هي ما كانت الخيار الاول، كان في التعليم. كنت ميال اعمل في التدريس، لكن انا كنت مفصول من كليه الاداب لقياده اضراب في 1949 لما كنا اسسنا مؤتمر الطلبه العام عشان يجمع طلبه الجامعه مع طلبه الثانوي في اثناء الصراع مع الحكم البريطاني. ما بتاخذ وزاره المعارف، فقدمت للمدارس الاهليه وقبلتني 3 مدارس، وكل ما اجي ماشي لها الامن برجعني يقول لهم ما تقبلوا. الفاشر وكوستي واللبيض. فبعد ذاك جيت للخيار الثاني، يعني كنت اخذت الخيار الاول التعليم. بتوصي بها اولادك هذه المهنه؟ انا سياسي رغم في بعضهم يعني مشى في الاعلام الان. هم بعضهم مشى في الاعلام، لكن انا ما تدخلت في الخيارات الشخصيه لاي واحد فيهم، ولا اؤمن بذلك. يعني كل واحد يختار داير يعمل شنو.
لكن بالصدفة يعني عادل عمل الدكتوراه بتاعته في الإعلام بعد عمل البكالوريوس في ألمانيا، وعمل الإعلام في ألمانيا. عمل الدكتوراه في ألمانيا وشغال في أبو ظبي في التلفزيون. وائل شغال صحفي، هسه شغال في الدوحة، وسامر شغال صحفي. لكن ده بالتأثير بس. ده يعني برامج. لو كان جدول طلب منك وصيتك يعني او نصيحتك كنت بتنصحه؟ كنت بقول لي ابعد من النصيبة دي. ما خذلت توقعي. لا، انا بفتكر انه يعني هو خيار وارد، وبفتكر انه عنده مستقبل. انا ما متشائم لمستقبل الاعلام. بفتكر انه الكثيرين بيفتكروا انه الصحافه الورقيه ما عندها مستقبل في السودان. بفتكر في العالم الجدل دي في العالم الآن. في العالم. لكن افتكر الكلمه المكتوبه حتظل مؤثره لفتره طويله. بس بتعمل تحدي للاعلام المكتوب، لأنه الإعلام الحديث بثورة المعلوماتية تجاوز حدود الزمان والمكان، وأصبح أكثر التصاق بالناس وأكثر تفاعلية وأسرع زمنا. وأنت عشان تطلع صحافة ورقية ناجحة لازم تطلع من مساحة أنك أنت بتنافس على الزمن أو بتنافس على المكان، فتمشي للصحافة في العمق، وتمشي للصحافة الاستقصائية الانفستيجاتيف جورناليزم، وتمشي للخلفيات عشان ترفع تدي الانسان الحاجه توريه بالاستمرار في القراءه. في تاريخ الاستاذ محجوب محمد صالح محطات مهمه تتصل بالصحافه، ومنها صلته بنظام الرئيس جعفر نميري، بواكير هذا النظام من قبيل انقلاب يوليو 1971 وكل إلى الأستاذ محجوب محمد صالح لجنة تنظيم الصحافة، وهذه اللجنة يدور حولها لغط كثير. هل هي كانت لجنة تأميم الصحافة أم كانت هي لجنة تنظيم الصحافة؟ أسئلة اتصلت أيضا حول طبيعة هذه اللجنة ومهمتها، وأسئلة أخرى تتصل بطبيعة علاقته بمايو، خاصة أن البعض يعتبر أن البيان الأول الذي صدر عن نظام مايو كان لمحجوب محمد صالح، كان لقلم محجوب محمد صالح فيه يعني الكثير. ما هي حقيقة ما تم في مايو؟ ما هي حقيقة صلته باليسار، ولماذا انقطعت مبكرا، وصلته بالسيد عبد الخالق محجوب، وأشياء كثر يحيلها إلى حلقة قادمة. شكرا لك أستاذ محجوب. شكرا. لمن يودون متابعة هذا البرنامج أحيلهم إلى مواقع الانترنت التي تظهر على الشاشة، الموقع الإلكتروني الذي يظهر على الشاشة. لمن يودون التواصل بالتعليق أحيلهم كذلك إلى مواقع التواصل الاجتماعي التي تظهر على الشاشة. حتى الملتقى في حلقة قادمة من برنامج مراجعات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ولا أي من المالكين. الحصار اللي بتعاني منه هو واحد من المشاكل اللي بتعاني منها صحف كثيرة يعني. ولذلك احنا بنفتكر انه تاريخيا حقه نحافظ عليها لأطول فترة ممكنة، حتى انه نستطيع نصل المرحلة بتاعة تصفية الهوجة دي وبقاء الصحف القادرة على البقاء. ونتوقع انه بقوة الدفعة الذاتية قد تكون الأيام واحدة من القادرين على البقاء. راضي عن أداء الآن؟ لن أكون راضيا عنها، لأنه الأداء عاوز مال، طباعة وتحريرا وموظفين وإخراج وأجهزة وكذا، وهي لا تملك المال. ما تملك من المال يكفي لإصدار بهذا المستوى الذي لا يروق لي، لكن أفضل من عدم خروجه مرة واحدة. فهي محافظين عليها يعني. هل صحيح أنكم يعني عرض عليكم أي دعم مالي غربي لكي تستمر الأيام؟ حصل ده في فترة من الفترات، وإحنا رفضناه وهاجمنا الجهة اللي طرحته وما تكلمنا عنه. لكن حصل اختراق للجهة
ووجد عندها تقرير ذكرت فيه هذه الواقعة، ووصل لجهات أخرى هذا التقرير وعرفت به، لكن احنا ما كنا بنتكلم عنه. احنا في مهد أنهينا يعني الكلام حوله، منعنا الكلام وعبرنا عن استهجاننا للجهة اللي حاولت تعمل ده، وانتهينا منها. وبعدين هم من جانب اخترقوا من جهة ثانية وطلع التقرير. يعني حقوا للتاريخ، يعني طالما الموضوع طلع نسمع روايتك عنه. الرواية جهة ما جاءت بدعوى أنها تساند الديمقراطية، ورحبنا بها ومساندتها للديمقراطية في السودان، وبعدين قالت أنه هي مستعدة تدفع عون مالي للصحيفة، ومن ناحية تقريبا طردناهم يعني بكل الأدب السوداني يعني. أوضحنا لهم أننا لم نتلقى في حياتنا دعم من أي جهة ولن نتلقى، ولا حتى نقبل مبدأ الحديث عنه فينتهي هذا الموضوع وأنتم تخرجوا مشكورين وألا تكرروا ذلك. وسكتنا عن ذلك، لم نتحدث عنه لأحد. هم داخليا كتبوا تقرير للجهة بتاعتهم، وكانوا مخترقين من جهات أمنية حصلت على، وإحنا سمعنا بعد ذاك من الجهات الأمنية أنها علمت بهذا من التقرير. طيب خلينا أنا أسمع منك بعد الفاصل. الأستاذ محجوب محمد صالح أول مقال كتبه وهو في المتوسطة جلد 40 جلة، يعني حد عديل حد على هذا المقال. بعد الفاصل حنعرف قصة هذا المقال والعبرة التي خرج بها بعد 40 جلدة دي. وقد أعود لأسأل عن الصحافة السودانية مجددا، عن واقعها الآن وكيفية السبيل لاستبصار مستقبل بلا عقبات. بعد الفاصل نواصل الحوار إن شاء الله. شركة النيل للأعشاب الموزعة الحصري بالسودان لمنتجات شركة يوني الطبية المستخلصة من مواد عشبية طبيعية 100% ملائمة لجميع أنواع البشرة، تقدم إيرزر لإزالة حب الشباب والنمش وإخراج الدهون عبر المسامات بطريقة مدهشة، إيرزر لإزالة تشقق الأرجل ومرطب لمرضى السكري من مكونات مضادة للفطريات والبكتيريا التي توجد بالشقوق، وأيضا إيرزر لإزالة آثار الجروح والحروق والحبوب والهالات السوداء تحت العين وإزالة الكلف وآثار ما بعد الحمل والشجريب، إيرزر صابون لتنظيف البشرة وتنعيمها وإزالة الخلايا الميتة في الوجه وقشرة الجسم. كل هذه المنتجات مصرحة من وزارة الصحة والصيدلة والسموم، متوفر بجميع فروعنا بالعاصمة والولايات وخارج السودان. شركة النيل للأعشاب. الآن بالمكتبات ومراكز التوزيع برنامج قيد النظر، يقدم كتاب حوارات سودانية في مشكلات وقضايا الفكر الإسلامي. يمكنكم أيضا الشراء عبر الموقع الإلكتروني. الآن بالمكتبات ومراكز التوزيع سلسلة كتاب برنامج مراجعات. دكتور عبد الله علي إبراهيم، سنوات في دهاليز الحزب الشيوعي. دكتور لاماكول، مسيرتي مع الحركة الشعبية. من جديد مرحبا بكم في مراجعات. الحوار متواصل مع الأستاذ محجوب محمد صالح رئيس تحرير صحيفة الأيام. الحوار حول الصحافة والسياسة والصلة التاريخية التي جمعت الأستاذ محجوب محمد صالح بين الصحافة والسياسة. مرحبا بك أستاذ محجوب. كنا نتحدث قبل الفاصل عن عقبات تواجه طريق الصحافة وقسمة الأيام ومحاولة تقديم دعم لها، ونظرنا لمسألة دور الصحافة، الشكوى منها إبان الديمقراطية، الشكوى منها في الحكم العسكري. كيف السبيل إذن لاستدامة الصحافة بعيد عن هذه المآزق؟ كيف يمكن أن تكون هي منبر ديمقراطي وفي نفس الوقت تستخدم ضد الديمقراطية؟ السؤال ده طبعا بيتفرع من سؤال كبير شغل كل الناس عن دور الإعلام ومسؤولية الإعلاميين في الانضباط الذاتي عبر مواثيق المهنة وأخلاقياتها، وكوديفايد دي مسجلة وموضوعة في مواثيق
وفي عندها قيم عالمية، وفي فيها وسائل للانضباط الذاتي وللمهنية العالية وللمصداقية وقواعد بتحكمها. لكن ده كله بيبقى كلام نظري في واقع الأحداث في البلاد المختلفة، خاصة دول العالم الثالث. وإذا كانت بطبيعتها الصحافة واحدة من مؤسسات الحكم الديمقراطي، هي بتكون معطوبة إذا الحكم ما ديمقراطي. يعني حتى لو وجدت تحت أي نظام الديمقراطية مشلولة فيه، هي بتكون مشلولة وبتدخل فيها كل هذه الأمراض. يعني أنت إذا بتفرض رقابة على الصحيفة المكتوبة، حيتربى جيل من الصحفيين ماشي تحت الحيطة ولا يعتقد أنه في ده شيء غلط. يعني بيفتكر أنه ياهو خلاص الجرائد بتطلع بالطريقة دي، وجا داخل لقاها تحت المراقبة، وبيجوا ناس يقروها ويشطبوا منها وبيمنعوه، بيجي رئيس التحرير يقول له ما تكتب في كده واكتب في كده. فبتخلق جيل زي ده، بعد شوية يقوم يحصل تحول ديمقراطي، يكون هو المادة الخام بتاعت الإعلام ده، هو اللي عايز يجي يكتب، ما بيقدر يتغير. ودي النقطة اللي أنت أسرتها حول تواصل الأجيال. يعني أنت المعركة القادة الصحافة السودانية من الثلاثينات عشان تصل قدر من الحرية من أيام الحكم الاستعماري، بقت يعني هي رصيد مفروض يكون لكل الأجيال القادمة. لكن هذا الرصيد بيتبدد بالانقطاعات اللي حصلت في تاريخ التواصل في العمل الصحفي. احنا هسه وصلنا مرحلة بتاعت إعادة تأسيس الدولة السودانية، وبالضرورة إعادة تأسيس الصحافة السودانية. بالضرورة ده يفرض ذلك. وأنا بقول يعني بسمي المرحلة دي هي إعادة إلى منصة، إعادة الناس إلى منصة التأسيس، عشان نجي نأسس من الأول دولة سودانية على مساحة أصغر وبسكان أقل وبمشاكل أكثر. وعشان نشوف ده لازم نتعلم من دروس الماضي، وفي قنابل زمنية كثيرة جدا. أي صحافة منفلتة ممكن تفجر كثير منها. احنا خلقنا قنبل زمنية من القبائل، والقبلية في السودان بدأت تخف قبل 10 سنين، كانت أخف من الليلة، يعني كل يوم ماشية زايدة. وبقى جزء من المحاصصة السياسية، ده خطر تاني، وممكن واحد يستغله وممكن يقلب قبيلة ضد قبيلة. يعني في قنابل كثيرة انزرعت، واحنا دايما ننظف الأرض دي. بالضرورة لازم يعني نصر على صحافة مهنية ملتزمة بقواعد المهنة وأخلاقياتها، ملتزمة بقانون يضمن حرية التعبير، لكن يأكد على المسؤولية الاجتماعية للصحفي. ونكون في ده واضحين، يعني أنه لابد من أنه يفرض عشان تكون في صحافة تناسب المرحلة القادمة، وما تفجر الأمور أكثر مما هي متفجرة بعد ما ننتقل إلى الديمقراطية. إذا انتقلنا للديمقراطية ونحن نعمل كل أمراض الشمولية معنا، هتتفجر الديمقراطية في أقرب وقت. كانوا الصحفيين يعني خارج الملعب ده الصحفيين هم جزء منه، هم مسيسين. وقد يقال أنه محمد صالح نفسه مسيس. صحيح. فكيف تكون صحيح. أنت مسيس؟ صحيح، أنت لا يمكن أن تكون غير مسيس. والإعلام الحر لا يمنعك أن تكون مسيس، يمنعك أن تستغل هذا التسييس في عملك الصحفي وفق القاعدة: الخبر مقدس، التعليق حر. أنت تديني الحقيقة المجردة، ما فيها أكاذيب، ما فيها زي الشهادة أمام المحكمة، الحق كل الحق ولا شيء غير الحق. اديني المصداقية، اديني الحقائق، قول لي رأيك أنا أقبل وأرفضه. أنا ما بخوفني التسييس ولا بيعارض شريطة أنه ما يخليني ألون الحقيقة أو أزور الواقع. الخبر نفسه هل عاد خبرا مقدسا؟ الخبر نفسه انت لازم تخلق ده. الخبر نفسه لا يتعرض نفسه
بحالة الإبراز وعدم الإبراز، بتصغير وبتكبير وباستخدام تعبيرات، يخضع نفسه للتلوين؟ هو ده عشان كده الناس يطلقوا عليه صفة القدسية، أنك أنت مفروض ما تعمل ده. لكن طبعا في العمل بتاع البشر الحاجة اللي بتحصل بإتقان 100% غير موجودة، وبيحدث هذا وبينتقدوه. وحتى الصحف، الإعلام زمان كان اتجاه بيمشي، يعني حركة بتمشي في اتجاه واحد. أنا مرسل وعندي وسيلة إرسال وقدامي متلقي. الإعلام الحديث بقى تفاعلي، ما عاد في مرسل واحد. أنا مرسل ومتلقي في آن واحد، وأنت متلقي ومرسل في آن واحد عبر الصحافة التفاعل الاجتماعي. ده حينعكس على الصحافة المكتوبة وحيأثر فيها، وعشان ما حيبقى الصحفي هو الكنترولر بتاع العملية، هو المسيطر عليها. ولذلك لازم الجيل الجديد يتعلم ده، وهو أنا تسييسه ما حيأثر، ما حيكون وجهة نظر. ده المنتج لكن للرسالة. أنا بضبط له عملية إخراجه للخبر، يعني بحاسبه مهنيا. وإحنا لما اقترحنا مجلس الصحافة في أثناء الديمقراطية الثالثة، اقترحناه كمنظمة مهنية لمحاسبة الصحفيين مهنيا، وعقوبات أخلاقية، يعني لا بتقفل جريدة، لا بتغرمك، لا بترفتك، لكن بتعلن أنك أنت غير ملتزم بأخلاقيات المهنة للسبب الآتي. وحتى الصحف الكبيرة بتعين مراقب من داخلها يقرأ العدد في العالم حسا، ويعمل يقول لهم والله أخطأتوا في كده، لونتوا ده، سويتوا كده. وده تطور حيصل السودان لو أردنا أو لم نرد، لأنه ده تطور عالمي مبني على حرية المعلومات من ناحية، وعلى الصحافة التفاعلية من ناحية أخرى. يقول لك الصحفي لازم يكون محايد، هل في حياد في الصحافة؟ الصحفي يجب أن يكون مستقل، لكن لا يجب أن يكون محايد. مستقل بمعنى أنه بيقول رأيه كما يراه من الحقائق، لكن لا يستطيع أن يحايد أمام القضايا. كيف يمكن مثلا أنا كنت في عهد الحكم الثنائي أستطيع أن أحايد تجاه قضية تحرير السودان؟ الآن أنا كيف أحايد أمام قضية استعادة الديمقراطية؟ لا أستطيع أن أحايد. لكن أنا ما مطلوب مني أحايد، أنا مطلوب مني أن عندما أتعامل مع حقائق ومعلومات ألتزم بالدقة والصحة، دي استقلاليتي المهنية. لكن أنا ما بحايد من غيره، والأيام ما حايدت مثلا إما قومناها، على الرغم من أنه كل المدارس السياسية كانت داخلة. هاي. كل المدارس هاي. بلا استثناء. رغم انه دائما الاسلاميين نفسهم عندهم نفس يساري. نفسها يساري. دائما عندهم اتهام للايام بانه الايام دي نفسها يساري، ربما باثر انك كنت عضو في الحزب الشيوعي في فتره باكره يعني، وصلاتك تكونت عبر هذه المجموعه. هو الحقيقه العمليه دي بتاعت 3 صحفيين يطلعوا جريده، كل واحد كان فيهم عنده اتجاه. يعني انا جاي من خلفيه ماركسيه، محجوب عثمان جاي من خلفيه بتاعت حزب الاتحاديين، كان سكرتير حزب الاتحاديين الابروفيين في بورسودان، ودخل السجن في مظاهره قادها هناك. وبشير عبد السعيد استقلالي اقرب الى حزب الامه. لكن ده كل واحد كان عنده عمود بيقول فيه الدايره. لما نجي في كلمه الايه بتطلع من مجلس التحرير ما اتفقنا عليه نحن. وعلى الرغم من الخلفيه الاتحاديه بتاعت محجوب والماركسيه بتاعتي انا، احنا جينا وقفنا مع استقلال السودان وقودنا المعركه الصحفيه من اجل استقلال السودان. عن قناعه بانه ده لا بديل له ولا يمنع علاقه طيبه مع مصر. فده التسييس بالمعنى، يعني الحياد انا ما بطالب الصحفي بالحياد بالمعنى السلبي للكلمه، انه ما عنده موقف. واذا ما عنده موقف ما بيبقى صحفي. صحيح.
هل كانت الأيام تصف جون جرام بالمناضل في فترة الديمقراطية الثالثة؟ يمكن واحد من الكتاب، لكن مش الأيام كصحيفة. ما كخط سياسي. لا ولا كصحيفة يعني. مم. واحنا كان يعني انا مشيت اقابله في 86 في اديس باتفاق عملوا دريج من القاهره، لانه كنت عايز اناقشه في ليه ما عايز يجي جزء من المرحله الانتقاليه بعد الصوت في 85. ولما وصلت اديس اعتذر عن الوصول لانه قال في الغابه، ورسل لي وفد بقياده دول اشوال، فكان عندنا احنا تحفظات على موقفه ده يعني في الايام وكتبناه. وما يعني اذا كان حتى وصف بالمناضل، ما الحكومه مضت معه بعد ذاك اتفاقيه واعتبرته النائب الاول لرئيس الجمهوريه. ما ديك اتفاقيه. الصادق كان مقاتل وانت مشيت تلومه على عدم انضمامه. على انضمامه للديمقراطيه اللي كانت قائمه. فالوصف في وقته بيكون شاذ، لكن بعده ما معيب. لا انا ما احنا ما استعملناها في الوقت ذاك ولا في بعده يعني كجريده، لكن ممكن يكون احد الكتاب كتب مقال في الايام قال فيه كلمه المناضل ما شلناها يعني لا نستطيع ان نصف الايام بانها يساريه الهوى. انا لا يزعجني ان تكون يساريه الهوى، ليست تلك تهمه. هذا وضع بتاع راي ولا يزعج احد. يعني وين بيتخطى مع يعني يجيني احساس بانه اما نتكلم عن خبر مقدس انه هذا الخبر ليس بخاضع للتلوين. دعني اضرب لك مثلا الان مثلا وضعي في مصر، عندما تشاهد الجزيره نفس الاحداث، عندما تشاهد الجزيره تشاهد هذه الاحداث وكانها وهي انقلاب على الشرعيه في مصر، عندما تشاهدها في القناه العربيه وهي نفس الاحداث تشاهدها بانها امتداد لثوره التقديس، في انه هي نفس المشاهد. انت ينقل لك نفس المشهد، انت الحكم. اذا كان بتميل نحو الرجل الذي يلقاه يعتبره ويصفه بانه انقلاب، او الذي يعتبر انه عمليه سليمه. يعني الحدث بيتلون الخبر في الصحافه انت ممكن تلونه. ايوه، لكن العمل الصحفي في العمليه دي هو نقل الصوره لك زي ما هي، لكن ده خلط للتعليق مع الخبر. أنا ما مطالب أني أقول لك أنه ده في تقرير، أنا أعمل تقرير تحليلي أحلل أقول الشرعية مع مرسي، ده رأيي. لكن أنا نقول لي الصورة بتاعت الحدث ما يمشي يعمل لي فيها رتوش ولا يعمل لي فيها تغيير ولا يدخل فيها مونتاج. دي الصورة الحقيقية ويديني تفسيره لها. احيانا بيقوم بيخلط، وده بيحصل في كل صحافه. هل الصحافه السودانيه الان صحافه نستطيع ان نطلق عليها مهنيه؟ بالغالب يعني الحكم بالجمله يعني. انت لا تستطيع ان تطالب احد بالمهنيه في وضع غير مهني. اذا الصحافه السودانيه بيحررها جهاز الامن او بيفرض عليها رقابه او بيعمل رقابه ما بعد النشر. في الوقت الغير كده، الغير بيكون فيه تدخل جهاز الامن، في غيره يعني خلينا نتكلم عن ظرف طبيعي عاشته بدون تدخل جهاز الامن. هل كانت صحافه مهنيه؟ يعني مثلا عندما نتحدث عن الديمقراطيه وهي في ظرف زي الديمقراطيه، هل كانت بتكون مهنيه بهذه المعايير ولا هي صحافه ايضا مسيسه ومستخدمه من قبل السياسيين؟ الصحافه السودانيه في الاول نشأت صحافه تبشيريه براي سياسي. السودانيه طلعت سنه 19 في جريده الحضاره. جريدة الحضارة أنشأوها السيد عبد الرحمن وبعض الأنصار عشان يدافع عن فكرة. صحافة حزب. صحافة حزب. ما كانت في أحزاب. طريقة الحكمية والأنصار. طائفة. بعدين السيد عبد الرحمن أحس في مرحلة من المراحل أنه المعركة مع المصريين حول وحدة وادي النيل أكبر من طاقته المنفردة، فمشى لزعيم الطائفة الأخرى السيد علي المرغني والطائفة الثالثة الشريف يوسف الهندي، وقال له أنا قفلت الجريدة دي، تعالوا نعمل شركة إحنا الثلاثة نصدرها مشتركين. فتحول إلى شراكة ثلاثية عشان يخدم بها تبشير في مرحلة سياسية معينة.
وتتحدث باسم زعماء الطوائف الثلاثة الكبار في السودان اللي بيفتكروا أنه لو يتكلموا هم الثلاثة بيعبروا عن كل السودان في رؤيتهم هم. لما السيد عبد الرحمن جاء يعمل صحيفة النيل اليومية سنة 35 لا مشى للسيد علي ولا للسيد الهندي ولا مشى للأنصار، مشى لكونتي مخلص أكبر التجار الأجاريك لشركة مركنتايل، كان هو بقى ملك القطن في السودان، عنده وضع اقتصادي أكبر سوداني، عنده تجارة وزراعة وأموال، وعنده الوضع بتاعه المتميز الديني كزعيم طائفة، ورأى أن تكون الملكية تتناسب مع المرحلة وتقوم بدور سياسي في المرحلة. ففي يعني الإرث بتاع القوى السياسية أو الاجتماعية تعمل صحف وتسيس ده العمل موجود وطبيعي، ما خطأ يعني. ففي صحافة عندها إرث سياسي وابتدعوا له ويكون معروف. أنا القارئ اللي بيمشي يختار جريدته بيختار عشان كده. في واحد بيكون داير الجريدة اللي بيشتم، بيمشي يشتري الجريدة اللي بيشتم لو بيلقاها. ففي السوق ده بيشيل الأنواع المختلفة، لكن احنا بتكون دايما في صحف كور أساسية هي مرتكز، ما بتحسبها بالعدد الأعداد اللي بتبيعها. يعني تشكيل الرأي العام، في تشكيل الرأي العام. فالصحف الأقدر على تشكيل الرأي العام ما هي الأكثر مبيعا والأكثر إثارة. هل الأيام الآن نستطيع أن نقول أنها تؤثر في الرأي العام؟ أنا لا أعتقد أنه بالشكل اللي كان يرضيني. لا، لواحد من الأسباب ده أنه اتخلق الذهنية أنه أصلا هي حتعارضنا. ودي انا ما منزعج لها لانه بتقدر تتجاوزها. الغريبه يعني محجوب محمد صالح طبعا يعني بينال وضعيه خاصه يعني، لكن والناس بينتبهوا لكتاباته، لكن قد لا تجد فيها غير محجوب محمد صالح. قد يكون هذا الاشكال، قد تجد فيها مساحات كبيره في تملاها الانترنت، قد ما تجد فيها كل المطلوب الذي تتغياه من صحيفه بقامه الايام. صحيح. ما انا كلمتك عن الوضع المالي بتاعها، انك انت كاتب العمود الان بقى